السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا شباب للشباب وللبنات، يا ريت لو انت ليك شاب او ليك زميل، او انت لو ليك زميلة او صاحبة، خليها تشوف الفيديو ده لو سمحت، لو هي تبع نظرية او وقع في ضحية الحب الاونلاين. يا اخوانا، الحب الاونلاين عبارة عن ايه دلوقتي؟ الحب الاونلاين حضرتك بقى عبارة ان البنت بتدخل على بروفايل الولد، والولد بيدخل على بروفايل البنت، هي بتعمل له لاف، وبعد كده هي تدخل تشوف مين اللي عمل لها لاف، تروح عامله له لاف، وبعد كده تبتدي بقى بكلمة هاي، عامل ايه، انت بخير، انت مين، ويبتدي يحكي عن نفسه وهي تحكي عن نفسها. في دراسة عملوها يا اخوانا بيقولوا ان 50% من الاكونتات اللي هي المتعلقة بالحب والعلاقات مزيفة. لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي يا اخوانا. الموضوع تطور جدا جدا وفعلا بقت ظاهرة، وقالوا ان الموضوع ده زاد بعد الكورونا بنسبة 70%. العلاقات العاطفية عبر الاونلاين زادت بنسبة 70%. وانا ما اعرفش دور الاب والام فين موجودين. يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل راع مسؤول عن رعيته. تعالى اكمل لك القصه بس. فبتبتدي بهاي، انت عامل ايه، انا ارتحت لك، انت وحشتيني، وبعد شهر بقى ممكن انا مش قادر اعيش من غيرك، احنا هنكمل مع بعض، احنا هنعيش سوا. وبعد شهرين تبتدي بقى تلاقي الدموع والغيره والحب والنكد، وانت كنت فين وما ردتش على تليفوني ليه، والكلام ده كله. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. علماء النفس لما اتكلموا قالوا ان الحب عبر الاونلاين ده عمره ما كان حب حقيقي يا اخوانا، ده وهم. ده اسمه وهم. لازم تبقى انت فاهمه وانت فاهم ان ده اسمه وهم. الله يبارك فيك، ركز، اسمه الوهم. عمر ما كان ده حب حقيقي. والوهم ده ناتج بسبب الفراغ العاطفي اللي عندك. انت عندك فراغ مش عارف توديه فين، قاعد فاضي مش عارف تعمل ايه، او نقص احتياج مش عارف تعوضه عن ايه. فبتخش تشوف بقى الانستجرام والتيك توك، وتبتدي تشوف اي حد ولا اي بنت حتى اصلا، والفلتر والاستوري، وتطلع بقى تحط الفلاتر وتحط الصور المصغره والكلام ده كله. وانت طبعا شاب وعندك النشوه، هرمون الدوبامين بيفرز عندك، السعاده، في بنت هتحبني، في بنت هتكلمني، الله ده انا. لازم تعرف ان الكلام ده مش صحيح. انت عندك فراغ، انت مش في حالتك الطبيعيه. ما سالتش نفسك ليه علماء التغذيه قالوا ما تدخلش السوبر ماركت وانت جعان؟ لو دخلت السوبر ماركت وانت جعان انت مضطرب دلوقتي، هرمونات الجوع عندك مضطربه. لو دخلت هتشتري السوبر ماركت وانت مش هتاكل كل ده. نفس الكلام. ما ينفعش تتكلم او تتكلم مع بنت او تعجب بصوره بنت وانت خارج من علاقه بنت تانية، او لو انت عايز تحب او الكلام ده، انت مضطرب، انت حرفيا مضطرب، انت مش عارف انت بتعمل ايه. بتهرب من وحده، او بتهرب من ازمه، او بتهرب من علاقه انت لسه متخلص منها. المهم انك مش عايز تقعد لوحدك. الحب يا اخوانا عمره ما كان على الشات، ولذلك خبير علاقات كده كنت سمعته، وبحب اقرا في علم العلاقات انا يا اخوانا والسيكولوجي والكلام ده. لقيته بيقول ايه، الحب الحقيقه فيس تو فيس نوت ان فيس، يعني وجها لوجه مش على الفيس بتحبه وبتاع، مزيف، عالم مزيف. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان بيقول ان الحب عبر الانترنت وعبر الاونلاين هي فتنه تفسد القلب والدين معا. لازم اقول لك، انت بتوصل للمرحله دي انت عايز تهرب من الواقع اللي مفروض عليك، لانك مش عارف تعمل ايه. فكره الدراما اللي موصله لك ان الحب بيجي من رساله او بيجي من نظره او بيجي من كلمه، او الكلام ده مش صحيح. بعد كده بيوصل الامر يا اخوانا ان احنا بندخل على مواقع المواعده ومواقع اللي مش عارف ايه، بنتقابل وبنتواعد والكلام ده كله، لدرجه وصلت ان انا بكلمك عن قصه حقيقيه، واحد فقد شغله بسبب جروبات المواعده. ما بقاش يسهر، بقى يسهر طول الليل وينام طول النهار، ومبقاش عارف يروح شغله. وطول ما هو قاعد في الشغل رسائل عماله تجيله من البنات اللي بتوعده او مش عارف ايه، تلاقيه بدا ياخد اذن من الشغل، ومره يخرج بدري، ومره ما بقاش قادر يشتغل، ومره ما بقاش يكمل، لا عارف ينام بالليل ولا عارف ينام بالنهار، لا عارف يجيب فلوس ولا عارف يتجوز ولا عارف يخطب ولا الكلام ده كله. خدوا بالكم يا اخوانا من ظاهره الحب الاونلاين، بالله عليك، كل ده غش، كل ده خداع. قلت لك ما تنساش الظاهره اللي اتعملت، ان 50% من الخداع العاطفي موجود في البروفايلات اللي موجوده على الانستجرام. ده 50% احصائيه عملوها. الحل الحل علشان تخرج من ده كله، في مقولة قالوها جميلة قوي، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. دي ملهاش بديل يا اخوانا، يا اما خطوبة يا اما زواج، يا اما تستثمر وقتك في طاقة، في جيم او في رياضة او في تعلم حاجة مفيدة. غير كده انت والله هتتدمر، هتضيع، هتدمر نفسك وهتدمر مستقبلك، ومش هتلاقي حد يرضى بيك اصلا. وتذكر انك مش هتندم على سنة ضيعتها في علاقات، بل هتندم. وافتكر انك مش هتندم على سنة ضيعتها بدون علاقات، بس هتندم طول عمرك.
على عمر انت ضيعته في اوهام. ودايما افتكر كلمة ربنا: وأتوا البيوت من ابوابها، واللي ما بيجيش من الباب بيجي من الشباك. وانا قلت لك قبل كده اللي بيجي من الشباك ده بيبقى مين؟ بيبقى الحرامي. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.